رسميا منتخب مصر الأولمبي بيفوز على أوزبكستان بنتيجة 1-0، سجله أحمد نبيل كوكا، وبكده منتخب مصر كسب مباراة وتعادل في ماتش. ترتيب مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس: في المركز الأول أسبانيا برصيد 6 نقاط، في المركز الثاني منتخب مصر برصيد 4 نقاط، في المركز الثالث جمهورية الدنمارك برصيد نقطة واحدة بس، في المركز الرابع أوزبكستان ولا نقطة. بس أنا عايز أعرف حاجة، هو ده زيزو اللي بنشوفه مع الزمالك؟ هو ده زيزو اللي بيقولوا افضل لاعب في الدوري المصري وافضل لاعب في افريقيا؟ زيزو مع منتخب مصر ما شفناهوش اساسا. زيزو مع منتخب مصر ما عملش حاجه خالص. حتى يوم ما طلع في الماتش امبارح، ساعه ما طلع في الماتش امبارح طالع زعلان. انت عملت ايه؟ انت مش فاهم برضه عشان تطلع تزعل؟ او انت فاكر نفسك انت لاعب كبير؟ ده اللاعيبه اللي هي الصغيره اللي سنهم 23 سنه و25 سنه هم اللي بيخدموا عليك في الملعب. احمد سيد زيزو ما شفناش منه كوره حلوه في الماتشين. وايه الكوره الغريبه اللي ضيعها امبارح دي؟ الكرة دي ما تضيعش اساسا. مين اللي ضيع؟ مين اللهبل اللي ضيع الكرة دي؟ وقال ايه؟ بيقولوا عليه افضل لاعب في افريقيا وافضل لاعب في الدوري المصري.